هنتكلم مع بعض عن شخصية من الكتاب المقدس، وهي شخصية أنسيفورس. أنسيفورس بيقولوا عليه صديق الناصفين أو صديق المكتئبين أو صديق اللي حاسس بأزمة، واللي حاسس إن مفيش حد واقف جنبه يعني. أنسيفورس كان صديق بولس، ومعنى اسمه جالب للنفع. حقيقي يعني هو اسم على مسمى. كان من أفسس، واتذكر في الكتاب المقدس في 3 آيات بالظبط في رسالة تيموثاوس التانية. بس 3 آيات جواهم معاني كتير جدا للصداقة النادرة. فأول آية بيقول عنه بولس إنه كان مصدر عزاء وراحة ليه في أصعب الأوقات. تخيل لما بولس الرسول يقول عن حد إنه كان مصدر عزاء وراحة ليه في أصعب الأوقات، يبقى الشخص ده كان عامل إزاي؟ تخيل، أنت متخيل أنسيفورس ده كان إزاي جواه طاقة حب لصديقه بولس؟ يعني في وقت ما الناس كلها سابت بولس وانقلبت ضده، كان أنسيفورس الوحيد اللي ما اداش ظهر لبولس، لأنه كان صديق حقيقي بجد. وفي الآية التانية بيقول عنه إنه لم يخجل من سجنه وحالته الصعبة وقيوده وسلسلته، وكان دايما جنبه علشان يضمد جروحه ويخفف عنه. شوف الحب قد إيه كان ممكن يقول أستنى لما يخرج يعني. وفي الآية التالتة بيقول إنه فتش عنه ودور عليه في كل سجلات سجون روما، وعمل كل جهده وتعرض لمتاعب كتير جدا ومخاطر الموت لحد ما لقاه. كان ممكن أنسيفورس يستنى بولس لحد ما يخرج من السجن، بس هو كان مستعد يموت عشان يلاقي بولس. مش دايما بنلاقي أشخاص في حياتنا زي أنسيفورس كده روحنا بترتاح معاه. ممكن هما موجودين بس هما نادرين. لو لقيت حد روحك بترتاح معاه حقيقي يعني يبقى ربنا بيحبك. أصدقاء عندهم إصرار إنها تدور علينا وإحنا مطفيين وحالتنا صعبة، وبتدور علينا بكل جهد وإحنا مستخبيين من أتعاب. في أصدقاء دايما تبقى موجودة وقت وإنت مبسوط وإنت فرحان في أي مكان، يبقى قاعد جنبك، هو يجي علشان يحكي لك مشاكله. لكن اللي يدور عليك وإنت مطفي وإنت تعبان وإنت مكتئب ويبقى عايز يخرج من اللي إنت فيه، الصديق ده تمسك فيه بإيدك وأسنانك ما تسيبوش. في أشخاص بيبقى كل همها الوحيد إنها تكون موجودة جنبنا عشان تسندنا وتقوينا وتكون مصدر راحة. أصدقاء بتشاركنا لحظاتنا المظلمة مش بس أيامنا المفرحة. أشخاص دايما بتحمل لينا كل محبة وكل وقت. ولما ربنا يبعتلك أنسيفورس في حياتك ما تستغناش عن وجوده. لما ربنا يبعتلك أنسيفورس في حياتك اوعى تستغنى عن وجوده. ويا بخت اللي عنده أنسيفورس.